دكتور، هو الأطفال كلها ليه بتعيط وتحزق كتير؟ اليومين دولت يومين معدل ولادات زايد قوي، ده بيبقى كل سنه في نفس الميعاد كده. فدايما الاطفال اول 3 ل 6 شهور بيبقى عندهم اعراض كتير اسمها اعراض وظيفيه. الاعراض الوظيفيه منها الحزق، منها الخنفره، الكحكحه، العطس، الخضه، الرعشه. في اعراض كتير جدا بنسميها اعراض وظيفيه بتبقى موجوده اول 6 شهور، منها الحزق. والحزق مفيش حاجه اسمها دواء يخفف الحزق، ومفيش حاجه اسمها زي ما اقول لك مثلا انت عينك بترمش وانا اديك دواء عشان ما ترمش. الكلام مش منطقي. هو اذا حاجه طبيعيه انه الطفل يحزق، بس بيبقى زياده في الطفل قوي، ممكن من طبيعه اكل الام، ممكن من رضاعه زياده، ممكن عنده اضطرابات في الجسد، ممكن الطفل زنان وده نص الاطفال فبيرضع كتير فبيحصل ايه؟ يعني كميه كبيره من سكر اللاكتوز اللي هو موجود في لبن الام يبقى موجود في بطن الطفل، فيحصل غازات، فالغازات تخليه يعيط، فالعياط يخلي مامته ترضع تاني، فالحزق يزيد تاني. ودايما بنكسر الفكره دي ونقلل، مش نوقف لان ده طبيعي، نقلل موضوع الحزق بان انا ادي انزيم اللاكتيز تحت اشراف الطبيب بجرعه حسب الحاله.